مساء الخير. لما تفكر انك تأثث بيتك او تعمل ديكور لبيتك، بيتك جديد تبي تعمل له ديكوريشن بالاخشاب، تبي تعمل مطابخ، اثاث، تبي ترتب بيتك، مستحيل تختار اي شيء. بتختار المكان الموثوق والمكان اللي انت بتفتخر امام ضيوفك انك مصمم وعامل شغلك معاهم. لذلك انا لما جيت بعمل بيتي اخترت هذا المكان. جناح المنزل هذا براند سعودي، هي من السعودية، وافتحوا فرع لهم في المنومة بعد حديقة النسيم، وعندهم فرع في صلالة. يا جماعة جناح المنزل ايش شغل. تعالوا بوريكم شوي من ابداع جناح المنزل. شوفوا ابداعهم في التصاميم وفي الشغل. تعال استلم. مهندسين انا ما اعرف اصفف الكلام، انا بخلي الكاميرا تتجول واحنا نتجول معاها. تم؟ يا مرحبا. هذا الدور الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. وين تودوني؟ هذه غرفة معاريس متكاملة. شوف الغرفة لما يعملوا له غرفة متكاملة مع الجلسة، وهذا كله من ابداعهم. والمصنع في وين؟ بركة. في بركة. يا الله، وين توديني بعدك؟ وين مودني؟ يا الله يا جناح المنزل. نبدأ. شوف أنا هذا غرفة معاريس، استغلوا الساحة اللي في الخلف عملوها دريسنج روم. شوفوا الإضاءة، الخشب، السحاب، الزجاج، طريقة. الله هوبا، هذا كله معاكم. كل الأدوات والأمور كلها من جناح المنزل. هني أمور الإكسسوارات، هذه الجزيرة اللي في النص، هني تقعد المدام تعدل وتفكر وتخطط وتسوي وتدبر. وهناك عندكم شوف يا حبيبي بتجننوا العالم، انتم بتجننوا الحريم. عندك انت ايش تبين؟ انت تفنني. هذه غرفة النوم، هذا كل شغلكم. حتى القماش والأدوات المستخدم كل جناح منزل. كل جناح المنزل. ستاير جناح المنزل. يا سيدي وين نروح بعد؟ ما بسكر الكاميرا، ما أسكر. ودوني، خلوني أوف. هذه غرف الأطفال. كأنك ماخذ شقة أو فيلا، غرفة نومك، غرفة نوم عيالك. وديني بعدك. هني هذه غرفة نوم أخرى، طبعا مش للحرمة الثانية، لا يعني لتكملة البيت. حرمة ثانية ممنوع، ما يصمموا لك. الله على إبداعكم. وهني الجلسة مع التخشيبة الجميلة. يا سلام يا جناح المنزل. بعد شوفوا هني، شوفوا الإبداع. هني مطبخ تحضيري. وين بعد؟ ايش بتسوي فيني انت؟ الله. شوفوا غرفة النوم وكأنك في. شوفوا عاملين لك حاجة عشان براويز، التلفزيون داخل مع الديكور مع الجلسة الجميلة. وين بعد؟ طاولات طعام على فكرة. شوفوا يبدعوا لكم، هم يصممونهم. هذا كله ينفذونه بالمصنع عندهم. زي الفواصل ما بين الجدران يلعبون. هذا المطبخ، شغل المطبخ مالهم. اوبا. المطبخ كله عندكم كامل. هذا من جناح المنزل، تخشيب كامل. يا سيدي هني ايش بعد؟ هذا هني عندكم. شوف يا سيدي، غرف نوم مع الدريسنج روم مع كل. هني في مخبز سري. يا سلام، انا ما توقعت ان هذا بيكون مخبز سري. يعني هو كأنه الدريسنج روم، فتح الباب وداك للغرفة تبع الملابس. انتوا برافو عليكم. مهندس الخطوة الأولى يتواصلوا معاكم، صح؟ يزوروكم، تروحون البيت، تعاينوا البيت، يرفعوا القياسات، يعملوا التصميم، نعطي العميل أفكار جديدة، تعطون الأفكار، ومن ثم تذهب الأفكار للمصنع للتصميم ثم للمصنع. تصميم على فكرة، ما يودون برا عمان، ما يودون السعودية، لا، جابوا كل الشركة هنا. فصار عندهم في خزائن، في منطقة خزائن اللي في بركة، عندهم مصنع متكامل. خلصوا، ومن ثم تبدأ مرحلة التركيب. أيضا أنتم تركبوا، وما تتجاوز من 35 يوم إلى 60 يوم للمشاريع الكبيرة.
المشاريع الكبيرة حدها يقول لك شهرين والأمور مخلصة. برافو عليكم. هذا رقم التليفون، قولوا ألو. أوريكم حاجة بس. هذه صالة الجلسة، وهنا التلفزيون يفتر 300 وكم درجة؟ 60 درجة. بغيته من هني، بغيت تروح إلين ما يجيك رقاد وأنت على السرير. التابع أيضا يعملوا لك في جناح المنزل. يا سلام. أستاذ محمد باقطيان صاحب هذا المشروع، يا مرحبا بأهل المملكة. الله يعطيكم الصحة والعافية. دائما مبيضين الوجه وشغلكم راقي، ونسأل الله أن يحفظكم. آمين. قالوا عيبتك عمان خلاص ما عاد رجعت. والله عجبتني من ناسها. الله يحفظك للأمانة. الله يحفظك. تواضع وأخلاق وكرم وكل الصفات الإيجابية. وبشرني عن المشاريع. كل شيء تمام. أنت واحد من المشاريع. والجميل أنكم تجددون. الحمد لله. باستمرار تجددون. تقريبا كل 6 أشهر لو تدخل المعرض ثاني مرة تلاقيه بشكل آخر كل 6 أشهر. ما شاء الله. وقالت لي المصنع في خزاين. اي نعم. جميل. على مساحة 10,000 متر. ما شاء الله. بإمكان أي شخص صاحب مشروع يزورنا في المصنع ويشوف ويتأكد بنفسه. ولو منطقة خزاين ما شاء الله صارت من أرقى الأماكن. وأضف إلى ذلك ترى إحنا عندنا المبلغ فيكس برايس، يعني إذا كان في عميل عنده بجت معين تمشون بنقدر نشتغل له بناء على البجت بأفكار جميلة تناسب مكانه وكل شيء. الله يعطيكم الصحة والعافية حبيبي. الله يسعدك. كيف انطباعك عن العمل؟ 100. أتمنى أنك تصوره للجمهور إن شاء الله. أبشر. باخذ ضغطه. الله يحفظك. الله يحفظك.